بسم الله الرحمن الرحيم. لو احنا عايزين معادلة لوغاريتمية زي دي وعايزين نحلها مقالي، طبعا هنا الأساس ده 3، معلش أنا آسف، وهنا برضو 3 اهو. هنخليها معادلة صفرية، نجلت دي في النص، وبعدين هقول له زائد 15 بتساوي صفر، مفيش أي مشكلة. هنبدأ نحلل اهو بالراحة واحدة واحدة. لوغاريتم س للأساس 3 كل تربيع معناها لوغاريتم س للأساس 3 في لوغاريتم س للأساس 3، برضو مفيش مشكلة. إشارة الحد الأخيرة موجبة، يبقوا الاتنين مثل الأوسط أهو والله. وال15 عددين مجموعهم حصل ضربهم 15 ومجموعهم 8، طبعا هي عبارة عن 3 في 5، أدي 3 في 5. عندك كده قوسين، إما إن لوغاريتم السين للأساس 3 يساوي 3، وهتحولها من لوغاريتمية لأسية، اللوغاريتم يمشي، يعني س هتساوي 3 أس 3، يعني س هتساوي 27. جميل. أو لوغاريتم السين للأساس 3 بيساوي 5، وبرضه نفس الكلام هتحولها من لوغاريتمية إلى أسية، وبعدين س هتساوي 3 أس 5، يعني س هتساوي 243. يعني مجموعة الحل عندك هتبقى 27 و243. سهلة سهلة. أنا جايبها عشان حاجة واحدة بس، أنا عشان أستعمل الآلة الحاسبة اللي هي تعتبر أقل تكنولوجيا موجودة في الأيام اللي إحنا فيها دي. في شات جي بي تي هتديله المسألة يحلها، فإحنا لازم نعلم أولادنا، الناس اللي بتعترض. أنا عمري ما عملت فيديو على الآلة الحاسبة للمرحلة الإعدادية، بعمل مرحلة الثانوية لأن ده داخل لي جامعة. المهم تعالى ما نكتب المعادلة. أدي هنعمل الأول، هنفتح قوس وبعدين هنقول له لوغاريتم، أدي اللوغاريتم الأساس 3، هندخل جوه هنضغط على الألفا إكس، نعمل إكس، وبعدين نطلع بره نقفل القوس الكبير عشان عليه تربيع، وبعدين زائد 15 وبعدين ألفا كال زي ما اتعلمنا، وبعدين هكتب تقريبا كانت 8، وبعدين لوغاريتم الأساس عندي 3، وأخش جوه أعمل الإكس. كتبناها؟ كتبناها. بعد كده بنعمل إيه؟ ما تضغطش على يساوي، شيفت كالك يساوي، شيفت كالك يساوي بس، وانتظر معلش عشان بس يعني بتاخد ثواني كده لما تظهر النتيجة عندك. أتمنى إن الناس اللي تعترض على الآلة يا سيدي حلها مقالي، خليه يتأكد بالحل بتاعه، لكن ما تقوليش يلا يا ست ده احنا شاحنين قريب. طلعت 27، ادي القيمة الأولى 27. طب القيمة الثانية بقى دي الحتة اللي أنا عايزها على الآلة، أنا مش عارفها كام. افرض أنا بحلها ومش عارفها، والله هنقول له مثلا شيفت كالك أي رقم، 30 40 أي رقم، والله هي هتطلع لك القيمة الثانية. لحظة، 27 مصممة؟ لا معلش زود شوية بقى، شيفت كالك مثلا نقول لها مثلا 200، والله أنا هزود العيار شوية، معلش ما أنت بتجرب، لان ده 243 فهتديك تبقى يعني قيمه قريبه منها اهي 243، يبقى مجموعه الحل 27 243. اشوفكم في فيديو اخر.